بسم الله. اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا كثير جاء عليه استفسارات، اللي هو تعليق السلاح، أو وش الرصاص المناسب للسلاح ذا، ولا وش الرصاص المناسب للسلاح ذا. فيه تعليق السلاح لثلاث أسباب، راح نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، وراح توضح الصورة كاملة. أول سبب يكون السلاح سنوات ما تنظف وعدد رصاص كثير مرة. برضو من الأسباب أنه يكون أول ما تاخذ جديد يكون عليه كيس زي كذا بلاستيك وعليه زيت، يفترض أنك تنشفه من الزيت، لأن الزيت لو جاء عليه كربون أو غبار أو يبدأ يمسك، والسلاح يمشي على سنة صغيرة هنا، السنة ذي لو صار فيها شيء راح تعلق. لكن بالغالب اللي شفتهم يتشكون أسلحتهم جديدة من المعرض، وبالغالب ما يكون هذا السبب الرئيسي. برضو من الأسباب أنك تنظفه بطريقة خطأ، يعني تكثر زيت هنا تعتقد أنك تحافظ عليه وانت تضره، لأن الزيت يجمع إذا جاه غبار أو كربون يبدأ يثقل ويسبب مشاكل بالمجرى هنا. فلا تحرص على التنظيف، إذا ما تعرف الطريقة لا تحرص عليه. الأسلحة تتحمل 300 400 500 ما عندك مشكلة، وأكثر من كذا بعد. السبب الثاني اللي هو نوع الرصاص، برضو على السبب الأول اللي هو التنظيف خطأ قلنا، واحرص أهم شيء أنك إذا نظفت تنشفه كامل. السبب الثاني اللي هو نوع الرصاص، في أنواع رصاص ما تناسب الأسلحة، لكن بالغالب ما هو هذا السبب الرئيسي ولا السبب الأول. أهم مشكلة راح نذكرها بعد شوي. والسبب الثاني يكون من مثلا نوع الرصاص مو مناسب مع السلاح، وغالبا ما يكون هذا السبب الرئيسي. قبل كذا راح أشرح لكم كيف طريقة، أغلبكم يمكن يعرفها لكن اللي ما يعرف طريقة عمل المسدس أو طريقة الرصاصة. الرصاصة تتكون من جزئين، اللي هو الرصاصة والفارغ أو العبرود والقفش، تختلف المسميات من مكان لمكان. هنا يكون فيها الصاعق، الإبرة أو الطارق تضرب الصاعق يطلع منه شرار على البارود، يصير احتراق أو انفجار، ويطير السهم أو العبرود. قوة الانفجار ذي أو الاشتعال تخلي الأجزاء ترجع للوراء، إذا رجعت الأجزاء للأخير تطلع طلقة من المخزن والفارغ يطلع. لكن من أهم الأسباب اللي تسبب تعليق للرصاص إن يدك تكون ماسكة هنا، وقوة الانفجار لما ترجع الأجزاء الوراء يدك ترجع معاها، فإذا يدك رجعت معاها تخف الحركة. أهم شيء إن يدك تكون ثابتة، إذا كانت يدك ثابتة الأجزاء راح ترجع للأخير وراح تقدم مرة ثانية. فإذا الأجزاء قاعدة ترجع وأنت قاعد ترجع معاها تخف الحركة، إذا خفت الحركة ما راح يرجع لآخر شيء وتعلق الطلقة هنا. فجرب إذا مثلا كدمة علق معك، ارجع ركز وحاول تثبت يدك مرة وشوف هو راح يعلق معك أو لا. كثير ناس شفتهم تشكوا من أنواع ممتازة وأسلحة ممتازة ولا تعلق، لكن إذا رميت وأنت متشاد يدك الأجزاء قاعدة ترجع للوراء وأنت قاعد ترجع معاها أو ترفعها على فوق، فحركة الرجوع ورا ذي تخف، إذا خفت ما راح تطلع الرصاصة معك. وهذا أكثر سبب يخلي الرصاص يعلق، أكثر من التنظيف وأكثر من نوع الرصاص. كثير ناس، أنا استخدمت كدمة، استخدمت أنواع كثيرة، كدمة من كثير ناس قال يعلق معي، ما علق معي. لكن لو ترخي يدك والأجزاء ترجع ورا وانت ترجع معه راح يعلق معك. لكن جرب مرة، ثبت يدك، ثبتها مرة بيديك الاثنين وامسك السلاح مضبوط وشوف الأجزاء راح ترجع للأخير أو لا. إذا رجعت للأخير المشكلة مهم ذا. برضو في ناس يقول لو غيرت السلاح، لو غيرت نوع الرصاص ما علق، قوة الانفجار زي ما قلنا والاحتراق من رصاص الرصاص تختلف. في أنواع تكون سريعة مرة فتطلع الطلقة بسرعة، لكن في أنواع تكون يعني فيها ضعف شوي أو خفيفة شوي، فمع رجوعك يؤدي للتعليق. وهذا أهم سبب، ركز على مسكة يدك. التنظيف زي ما قلت لك، إذا ما تعرف تنظف بطريقة صحيحة لا تنظف، عادي 1000 إلى 1000 طلقة ما عندك مشكلة.
والرصاص بالغالب زي ما قلت لكم أغلب الأنواع اللي عندنا بالمعرض ممتازة جدا ولا فيها أي مشكلة. النقطة الأخيرة، إذا تأكدت من السلاح أنه نظيف ولا فيه شيء، تأكدت من مسكة يدك، جربت مرة أو مرتين بالطريقة اللي أنا قلت لك، إذا ما مشى معك هنا تغير نوع الرصاص. لكن بالغالب السبب يكون من رجوع من حركة اليد. بالغالب في ناس يرفع السلاح على فوق، ما يكون ماسكه مضبوط ويرتفع على فوق، فهذا هو السبب الرئيسي. إذا جربته وركزت مرة وعلق معك هنا تغير نوع الرصاص. للأمانة أغلب أنواع الرصاص اللي أنا جربت كلها مشت معي باستثناء نوع واحد، وقتها برضو كان السلاح مدمور ولا بيحكم حكم نهائي عليه. برجع أجربه مرة ثانية وبعدها راح أنزل مقطع إن شاء الله. والله يوفق الجميع إن شاء الله.